بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ واش حوالكم مع رمضان؟ صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم. اليوم جبت لكم وصفة تاع خبز هايل يوجد في ساعة، يعني مقادير جد بسيطة موجودة في كل بيت، والأهم انه خفيف وبنين. بنتو وحدها هذا الخبز يعني يجي بزاف بنين. نمر للمقادير وطريقة التحضير. شوفوا الطريقة تاعو واش سهلة بزاف. هنا جبت كاس، هذا درت البول هذا الكبير تاع الحليب، يعني باش تجيني خبزة مليحة. سينو اذا تحبيها صغيرة برك ديري بالكاس نورمال. زدت عليه ملعقة ممسوحة من الخميرة وملعقة ممسوحة من السكر، ملعقة كبيرة يعني ملعقة تاع اكل اللي ناكلو بها، ديريها ممسوحة ما ديريهاش بومبي. باسكو شتو هاد الايامات ماهوش برد الحال، يعني ملعقة ممسوحة برك تكفي. ونخلطهم كامل مع بعضهم حتى نحسوا هذيك الخميرة والسكر ذابوا مع الحليب الدافي. الحليب تاعكم ديروه دافي عندكم، لا ديروه سخون وما ديروهش ثاني بارد، سينو راح يطول لكم الخبز باش يطلع. ولو كان ديروه سخون هكا راح يقتل لكم الخميرة تاعكم وما راحش تتفاعل. بعد ما خلطتهم مليح مع بعضهم زدت عليهم بياض تاع بيضه، يعني البياض درتو هنا والصفار نخليوه ندهنو به الوجه تاع الخبز باش يجينا احمر الله الله. وزدت 2 ملاعق تاع زيت. تحبوا تضعفوا المقادير ضعفوهم. هنا زدت قيس ملعقه تاع خل. الخل يعتبر كمحسن، هو اللي راح يخلي لنا الخبز تاعنا يجي خفيف ومهوي. ونخلطهم كامل مع بعضهم. هنا راكم تشوفوا في الفويت تاعي راهي تكسرت لي وراني نخدم بها، يعني جيت نخدم بها تكسرت، بصح معليش مازال دير لافار. كي خلطت هاد المقادير كامل مع بعضهم هنا جبت سميد عادي اللي نديرو به الكسره. درت شوفوا انا درت وزنت نص رطل تاع سميد ونص رطل تاع فارينه، بصح الفارينه ما درتهاش كامل، يعني ندير بشوي ونشوف، خاطر كل سميد وكل فارينه كيفاه يشربوا. نتوما ديروا يعني رطل بيناتهم في الخبزه الوحده. واذا تحبوا تضاعفوا المقادير ونديروا كميه من الملح، ما تنسوش الملح نديروه في المرحله هذه مع الفارينه والسميد، ونلمو العجينه تاعنا. شوفوا واش سهله بزاف، يعني ديروا المقادير كامل مع بعضهم وتزيدوا السميد تاعكم والفارينه. شوفوا الخبز هذا تحبوا ديروه كامل بالسميد، معليش تحبوا ديروه كامل بالفارينه، معليش تحبوا ديروه كيما انا نص فارينه ونص سميد، يعني في الحالات كامل راح يجيكم مليح نتوما والاختيار تاعكم وكيفاه تحبوا تاكلوه. تحبوا تاكلوا فارينه فرات ولا سميد فرات ولا مخلط. ولم العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه طريه. ما ديروهاش ليكيد بزاف وما تشيحوهاش، يعني لازم العجينه تاعنا تكون طريه باش يجينا الخبز مهوي الله الله ويجينا خفيف. شفتوا الفارينه ما لحتاش كامل، قلت لكم نص رطل الفارينه ونص رطل السميد. الفارينه تاعي راني نلوح فيها غير بشويه، ما داتليش لا كونتيتي كامل تاع الفارينه، بقى منها شوي. هنا نتستيو ديما باليد الناشفه نشوفوا القوام تاع العجينه تاعنا، سينو لو كان بقاو هكا باليد هذه اللي فيها العجينه راح تبان لنا ديما العجينه راهي ناقصه فارينه وراح تجيكم ناشفه. واذا جاتكم العجينه، يعني اذا غلبكم السميد ولا الفارينه تاعكم وجاتكم العجينه ناشفه، زيدوا لها شويه تاع ماء ولا شويه تاع حليب دافي وحلوها. هنا كي لميت العجينه تاعي قبل ما نعجنها، يعني ما عجنتها ما والو، لميتها برك وزدت لها كميه من الزبده وندخلها فيها بالطريقه اللي راكم تشوفوا. ما يحتاجش بزاف عجن، يعني جوست ندخلوا فيها هذيك الكميه تاع الزبده. والزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه هيك باش تسهل عليكم. لو كان تجبدوها من فريجيدار راح تجيكم سهله بزاف وتطول لكم باش تدخل في العجين وتتعبكم. شوفوا العجينه راني جوست ندلك فيها برك باش تدخل لي هذيك الزبده وتولي عندي اون بات ليس. شوفوا القوام تاع العجينه تاعي كيفاش يكون، يعني تكون طريه بصح ما تخليوهاش حتى تكون تتلاصق في اليد، يعني تكون طريه مليحه
وثاني كما قلت لكم ما تنشفوهاش. هنا حليتها بالطريقه اللي راكم تشوفوا باش يجينا الخبز تاعنا مهوي. هذه طريقه مليحه بزاف، جربوها وروا ليوه بالطريقه اللي راكم تشوفوا ونعاودوا نشكلوه. انا درت خبزه واحده برك، قلت لكم اللي تحب تضاعف المقادير بصح كي ديري زوج خبزات ديري ملعقه تكون بومبي يعني تاع الخميره، ما ديري زوج ملاعق، ديري ملعقه واحده تكون مملوءه جيدا. هنا جبت الريسيبيون تاعي دهنته بالزيت وزدت درت على وجه العجينه تاعي ونحطها تخمر. غطيو عليها، انا غطيت بهذا وزدت لها شيفونه. كي ديروا هكا يعني شغل توفروا لها الجو الملائم باش تطلع العجينه تاعكم كي تغطيوها هي تحب الدفاء وتحب الظلام. شوفوا بعد ما طلعت العجينه تاعي خفيفه الله الله كيما راكم تشوفوا، ديروها في مكان دافئ. اذا درتوا زوج خبزات اكيد راح الحجم تاعها يتضاعف وراح تعمر لكم الريسيبيون تاعكم. وهنا نعاود نشكل الخبز بالطريقه اللي شكلتها قبل ما يخمر. مليح يعني هذه العمليه كي يكون عندكم الوقت ديروها قداش من مره. انا كنت شويه مزروبه يعني درتها مره واحده فرات وهكاك وجاني خبز الله الله يهبل. دهنت سنيد تاعي اللي يدخل الفور بالزيت ونحل العجينه تاعي. شوفوا تحبوا ديروها في سني كاري ولا مدور كيما حبيتوا، تحبوا ديروها على شكل كاري ولا على شكل مدور، ونحلوا العجينه تاعنا يعني على قيس الخبزه اللي رانا حابينها. ما ديروهاش رقيقه بزاف خلاص وما تخليوهاش خشينه ثاني. هذه المقادير اللي عطيت لكم راح دير لكم يعني خبزه مليحه. بعد ما حليت الخبزه تاعي حبيباتي جبت صفار هذاك تاع البيضه اللي خليته يخي، شفتوا البياض درته في العجينه والصفار خليته، زدت عليه قرصه تاع لافاني وقرصه تاع الملح. القرصه تاع لافاني مع القرصه تاع الملح راح يجيكم الخبز تاعكم لونه احمر ويبري كيما شفتوا، وراح تنحالكم تماما ريحه البيض كيما شفتوا. لا كولور تاع الخبز تاعي كيفاه جات حمراء الله الله وتبريي. الملح يمدلها لا بغيونس ولا فاني راح تنحي هذاك الوجود تاع البيض والريحه تاع البيض، يعني ما زدت له لا حليب لا خل لا والو. وندهن كامل وجه الخبزه تاعي. شوفوا حبيباتي ندهنوها قبل ما تخمر، يعني ما تخليوهاش حتى تخمر ومن بعد تدهنوها، باسكو اذا خليتوها حتى تخمر ومن بعد تدهنوها راح يهبط لكم الخمور هذا كامل. كيما شفتوا صفار البيض تاعي راني ما زدت له لا حليب لا خل، يعني يجي ثقيل ويجيكم يعني صعيب شوي باش يمشي لكم في لاباط تاعكم. يعني لو كان تخليوها تخمر راح تهبط لكم العجينه تاعكم. نحاولوا ندهنوا الوجه تاعها كامل. جربوا حبيباتي راح توجدوه يعني ثمثم يوجد معاكم ويجي بزاف بنين وخفيف كما قلت لكم. هنا حبيباتي بعد ما دهنت الوجه تاع الخبزه تاعي كامل جبت
شويه تاع جنجلانيه وندير بالطريقه اللي راكم تشوفوا، وزدت من بعد درك نزيد شويه تاع سانوج. نتوما ديروا الحاجه اللي راكم حابينها، يعني فوق الزرارع اللي راكم حابينهم فوق الخبز تاعكم. تحبوا جنجلانيه، تحبوا سانوج، تحبوا حبة حلاوه، تحبوا زريعه البسباس، تحبوا كيما حبيتوا، ولا ثاني بذور الخشخاش يجيو بزاف بنان، ولا الشوفان ما الشوفان يجي مليح في الخبز. انا درت بالطريقه اللي راكم تشوفوا وما كثرتش، يعني ما نحبوش احنا الزرارع بزاف في الخبز، يعني جوست باش يمدوا لي هذاك لوغو البنين، وثاني الريحه كي تكون طيب تضرب منه ريحه الله الله تشهي. وهيك حبيباتي بعد ما درت الزرارع تاعي للخبز راح نغطيه ونخليه حتى يتضاعف الحجم تاعو. هنا قبل ما نغطيه ونخليه يتضاعف الحجم تاعو درت له الطريقه هذه، يعني بالاصابع باش يجينا الخبز تاعنا مهوي وخفيف. هذه العمليه ديروها قبل ما يخمر الخبز، يعني قبل ما تخليوه يخمر. كي نديروا هذه العمليه بالاصابع راح نغطيو الخبز تاعنا ونخليه حتى يتضاعف الحجم تاعو. وكي يضاعف الحجم تاعو نلوحوه يطيب، يعني كل وحده والفور تاعها. وهنا بعد ما طاب حبيباتي شوفوا كيفاه جا مفشش، الله الله مفشفش ولا مفشش ليسونسيال جا خفيف وجا بزاف بنين. وشوفوا الوجه تاعو كيفاه جا احمر يهبل ويشهي. شهيتكم في الجنه حبيباتي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. شكرا على المتابعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصحه فطوركم.